السلام عليكم. احنا دلوقتي طالعين على العلمين. سمعنا كتير عن الشاطئ العام اللي في العلمين، قلنا لازم نروح ونشوف كده، نعمل جولة هناك، والولاد ينزلوا برضو مية تانية مختلفة وتبقى منها فسحة. انا شقتي في ابو تلات، ويمكن ده اللي شجعني ان احنا نروح العلمين. بالتقريب بينا وبينها ساعة. طب ليه رحنا واحنا جنب البحر؟ البحر مش في احسن حالاته خالص، معكر، وولادي بيبقوا رافضين تماما ينزلوا. احنا دلوقتي كده وصلنا، وده شاطئ العام للعلمين. أنا اوريكم كل المكان من بره عامل ازاي قبل ما ندخل. الشاطئ هنا قدام ابراج العلمين بالظبط. كده احنا في داخل الشاطئ. الشاطئ هنا ملوش باركود، انت بتدفعي من على البوابة تيكت سعره 150 جنيه، ده مقابل شمسية. وهنا دي كافيتيريا كده صغيرة بتقدم كده خدمة بسيطة زي مشروبات، حاجات زي كده. وطبعا الشاطئ معانا بيبدأ من أول السياج الخشب اللي انت شايفاه ده، والمكان اللي قدامنا ده دي غرف خشبية لتغيير الملابس، وجنبها برضو مكان مخصص للاستحمام، يعني بعد ما تطلعي من البحر. طبعا الشاطئ هنا مساحته مش كبيرة، مساحته صغيرة، لما ننزل عند المية هيبان اكتر. اللي حابة بس اتكلم فيه، عايزة اقول لكم المميزات والعيوب بتاعت المكان. بالنسبة لان احنا اتكلمنا ان في غرف خشبية لتغيير الملابس، انا عايزة اقول لكم بس في كلمتين اتنين انه يلخص كل الوضع اللي انا شفته. انها لا تصلح للاستخدام الادمي حرفيا. الاوض الخشبيه دي مصممه بطريقه سيئه جدا جدا، يعني ما انصحش حد نهائي ان لو فكر يجي شاطئ ما يستخدمهاش اصلا. عندك اي بديل بقى، تكون جاي مثلا لابس حاجه من فوق زي عبايه والمايو من تحت، تطلع من البحر تنشف تلبس حاجتك تروح بيها على كده. يعني تخلوا حته الاستحمام دي من الميه او تغيير ملابسكم داخل بيوتكم بعد ما تروحوا. بس دي اللي اقدر اقوله لكم، وده اكتر عيب هنا في المكان. تعالوا بقى بينا ندخل كده بداية من عند بداية الشاطئ كده، ده بادئ من اول الصخر ده عشان نبقى شفنا كل تفاصيل المكان. ليه اللي حابب يجي، يعني مش معنى كلامي ان انا برضو بقول لك ما تجيش مع ادك، لا، بس لو جيت خلي عندك يقين ان الافضل تكون جاي لابس لبس المكان نفسه، اللي هو المايوهات. تعالى بحاجة زي مثلا عباية، اسدال، حاجة كده بسيطة من فوق المايوه، برضو وانت راجع ترجع تاني تقعد كده لحد ما تنشف، تلبس حاجتك تاني عليها وبس. اظن الكلام ده ممكن يناسب اكتر الناس مثلا متواجدة داخل اسكندرية او في اماكن مثلا في اول الساحل كده، هو ده ممكن يناسب. لكن لو انت جاي من القاهرة اظن ان هيبقى صعب شوية، عشان طبعا بتبقى المسافة ابعد. كده احنا وصلنا هنا كده لاول المية، زي ما احنا شايفين كده البحر، وهنا كده المكان زي ما انتم شايفينه زحمة جدا. ويمكن ده تاني عيب هنا في المكان، انه دايما باستمرار بيبقى زحمة كده غالبا في كل الايام يعني. ولكن بقى من المميزات بتاعته طبعا البحر ولونه ونظافته طبعا. فبس يمكن هي دي الميزة الوحيدة اللي انا شفتها في المكان هنا. بصراحة انا مش هفكر تاني اخد التجربة دي خالص، طبعا بسبب الخدمات اللي شبه مش موجودة تماما. المية من جوه جميلة جدا، بس اللي انا عايزة برضو الفت نظركم ليه، انك اول ما بتنزلي المية مش زي مثلا عندنا في ابو تلات بننزل مهما تمشي بتلاقي ارض تقدري تخشي لمستوى معين من المية براحتك. هنا لا، يعني احنا هنا اول ما نزلنا اصلا البحر ما كملناش جزئيه بسيطه خالص من على الشاطئ، ولقينا لا، يعني الميه وصلت مستوى الكتف. ليه؟ طبعا لان طبعا سعره زي ما احنا شايفين بالنسبه للشواطئ المجاوره ليه سعره بسيط جدا طبعا بالنسبه لهم.
وبرضو دخولك من على البوابة انت بتقطعي تيكت ب150 جنيه، ده مقابل شمسية، والكرسي الواحد ب50، وليكن بقى انا هنزل 4 كراسي 5 كراسي 3 كراسي على حسب، فتلاقي التوتال برضو معاكي عمل مبلغ. بس طبعا لون الرملة هنا جميل جدا، البحر تحفة، بس يعني للأسف انه مش ممهد، دي الحتة اللي مش لطيفة خالص، في بعض صخر كده بتلاقيه في الرمل طول ما انت ماشية. عايزة اقول لكم ان الموجة اللي بتقرب بره دي وبتقلب رهيبة رهيبة، يعني انا اول ما نزلنا ما نعرفش انها بالقوة دي، هو البحر بيقلب جوه ايه زي ما يكون ما بيجيش بموجة طبيعية طبعا عشان مش ممهد، مفيش رملة من جوه قريبة ليه ان هو يقلب موجة، لا بيروح كده يطلع وينزل وبعدين يجي في الاخر قرب الرملة يقوم ضارب الموجة، بتبقى شديدة جدا جدا، يعني مهما تحاولي انك تقاوميها مش هتعرفي، بتوقعك. بس ده تعقيبي طبعا على البحر، بس طبعا البحر جميل جدا والمية صافية، بس طبعا جماله مش باين قوي عشان انا قلت لكم زي ان انا وصلت متاخر حبه، كنا تقريبا الساعه عدت 4. واحنا بكده خلاص وصلنا لنهايه الشاطئ، هنا كده اخر الشاطئ بالظبط لحد كده الجبل الصخري ده. بعد كده بقى طبعا شواطئ تانية مختلفة، زي ما قلنا في بداية الفيديو ان الشاطئ هنا محدود مش كبير، بيبدأ من الجبل الصخري ده كده لحد المساحة اللي انتوا شايفينها دي كلها لحد الصخر اللي هناك ده، طبعا واضح جدا مساحته قد ايه صغيرة يعني. هنا طبعا اللون بتاع المية باين اكتر، جميل جدا. بصوا بقى مساحة الشاطئ من اول الصخر اللي احنا شفناه حالا ده لحد الصخر ده، هي دي بس مساحة الشاطئ العام، هو مساحته مش كبيرة خالص، هو محدود جدا، يعني بعكس الشواطئ التانية. طبعا الصخرة دي عشان نتصور عليها اللي في وسط المية دي احنا عانينا معاناة رهيبة. وهنا بقى ده البحر كده والولاد جواه، حبيت اوريكم برضو، غامرت ودخلت جوه الميه شويه. انا بصراحه يعني مبهوره بالميه وجمالها هنا، مش عارفه، حاسه ان عكس الاماكن التانية تحس الميه موحده، يعني هنا الميه تحسها كلها لون واحد، بعكس
يعني عندنا الايام اللي بتبقى كويسه جدا في ابو تلات بتحس ان الميه مدرجه كده، الوان متدرجه كده، من بره ابيض، في النص فيروزي، جوه شويه لبني.